لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا رايح يعني اكمل بقية الصيانة اللي كنا عملنا لها فيديو قبل كده عند نفس الصنايعي اللي هو او الورشة اللي انا رحت لها قبل كده. دي ورشة بتاعت صنايعي متخصص في العربيات الكوري والياباني، وهو شاطر قوي كمان في الهوندا بالاخص، لانه عنده هو واخوه كانوا بيشتغلوا عند ناس مشهورين قوي في مصر بدون ذكر اسامي، يعني من الناس اللي بتشتغل في الهوندا، فهم شاطرين قوي في العربيات الهوندا بالاخص، والعربيات الكوري بالنسبه لهم سهله جدا بيعملوها كلها. النهارده تكمله الصيانه كان عندي فيه ترشيح زيت بسيط كده من تحت، من عند الفتيس من تحت، من جزء كده من عند الفتيس، فكان في ترشيح بسيط للزيت، فقال لي ده حاجه اسمها اولسي عصايه الفتيس. ده اولسي صغير كده قد عقله الصباع بالظبط، بس هو غالي شويه لان كل حاجه غاليه اليومين دول، كده كده قطع الغيار كلها غاليه للاسف. فاشتريته ورحت وديته له، لان المره اللي فاتت غيرنا زيت الفتيس، فبنبقى مش عايزين اللي هو ايه، يعني عشان الصيانه تكمل وتبقى مظبوطه. انا بحب امشي بالعربيه دايما مظبوطه، ودي احسن حاجه، ونصيحه مني لاي حد بيركب عربيه في الزمن اللي احنا فيه ده. لازم عربيتك تلتزم بصيانتها في مواعيدها، وما تتاخرش في اي صيانه، ما تتاخرش في الحاجات الزيوت او الحاجات او السيور او الفلاتر او الحاجات اللي هي الصيانه العامه او الصيانه الوقائيه بتاعت عربيتك، ما تتاخرش عليها في اي حاجه عشان ما تخشش في حاجه اكبر. والحاجات دلوقتي غاليه جدا، يعني مكلفه بطريقه فظيعه يعني، وتغيير العربيه دلوقتي بقى صعب جدا، لان العربيات دلوقتي الزيرو غاليه جدا. فلازم نحافظ على عربياتنا، لان احنا قلنا قبل كده ان العربيات عندنا هنا للاسف بقت استثمار طويل الاجل، ف وبنستعملها كتير في حياتنا اليوميه، فلازم نحافظ عليها، نعمل صيانتها في مواعيدها، نغير الزيوت والفلاتر بتاعتها في مواعيدها عشان ما نخشش في مشكله اكبر. فزي ما قلت لكم جبت الألسي ده وهروح له دلوقتي عشان يركبه، وهنشوف الخطوات وهو بيركبه هناك. وكمان عندي في هزة كده في الموتور، العربية واقفة على السلانسير، بتبقى العربية فيها رعشة بسيطة خالص ما يحسهاش غير الناس الحساسة قوي العربيات زي حالاتي كده. فدي بتبقى من حاجة اسمها شداد الموتور او قاعدة الموتور، في قاعدة وفي شداد للموتور، اللي هما بيمسكوا الموتور بيقللوا الاهتزازات بتاعته. الموتور ده لما بيشتغل بيبقى فيه اهتزازات، فانت عشان ما تحسش بكل الاهتزازات دي جوه العربيه، فبيحطوا لها حاجه اسمها قاعده موتور وشداد للموتور. عندنا قاعده الموتور دي مع الزمن طبعا تاكلت، ف المفروض انها بتتغير، فغاليه جدا، مكلفه بحوالي 4000 ونص اللي هي القاعده الاصليه، والكوبي بتاعتها اللي هي التايواني بتاعها بحوالي 1000 ونص، فغاليه جدا. فلحد اما اغيرها في حل يعني كده، عشان هو برضو صنايعي كويس وفاهم في الهوندا، ف يعني بياكل منها حته كده بالصاروخ، حته صغيره خالص بالصاروخ، بتخلي الحته اللي بتتاكل منها دي بتخلي القعده يعني تقعد فتره كمان، يعني بدل ما انت يبقى لازم تغيرها على طول، بتقعد معاك فترة كويسة يعني لحد ما يبقى عندك إمكانية وتقدر تغيرها، والموتور الاهتزاز البسيط اللي فيه ده بيروح خالص. والله لو انت مش بتستعمل عربيتك كتير وتعمل الموضوع ده فيها تعيش معاك تاني، يعني ممكن تعيش يمكن مش قد العمر اللي عاشته، بس هتقعد معاك مدة كويسة يعني. وده طبعا حاجة كتوفيرا للنفقات دلوقتي، لان زي ما قلنا الحاجة غالية جدا. فهنروح دلوقتي ونشوف الخطوات، وهرجع لكم بعد ما نخلص. وهنا انا رحت عند الصنايعي اهو عشان يغير لي الاويل بتاع بتاع عصاية الفتيس، بس طبعا معرفتش اصوره لكم للاسف عشان هو تحت العربية وكده. ولكن هو كان فكه خلاص وغيره، وهنا بيعمل اللي هي القاعدة بتاعة الموتور. ده الشداد اللي انا كنت ماسكه في ايدي، ده الشداد بتاع الموتور ده كويس سليم مفيهوش اي حاجة. في بقى اللي هي القاعدة بتاعة الموتور، هو هنا فكها، ده مكانها اللي فاضي جنب الموتور ده، وخدها جوه عشان يشيل منها الحتة اللي بتخليها تتظبط دي. ودي الورشة اهي بتاعة الأسطى محمد بتاع الهوندا، وده اخوه
اسمه خالد، كان شغال في مركز من المراكز التقيلة بتوع الهوندا، في موجود يعني بدون ذكر اسماء يعني. واخوه ده متخصص في الهوندا بس، لكن محمد اللي بيعمل لي الصيانة ده متخصص كوري وياباني الاتنين. دي قاعدة الموتور هي اللي في ايده دي، ودي اللي هيشيل منها حتة صغيرة خالص بالصاروخ، عشان يعني تتظبط كأنها يعني عوضا عن انها تتغير او مؤقتا لحد ما يبقى عندك امكانية انك تغيرها، لان قلنا هي سعرها غالي. حاجة بسيطة خالص، يعني بيشيل منها حتة صغيرة خالص من اللي هو ليها سن كده. هو ده يعني مع الزمن فيها كاوتشة تحتيه كده بتتاكل، فالسن ده بينزل بيقعد يخبط فيها مع اهتزاز الموتور، هو بياكل منه حتة بحيث ان هو السن ده يرجع لوضعه الطبيعي او يترفع فوق الكاوتشة دي، فما ما يديش الهزة الخفيفة دي، فانت ما تحسش بيها. وهنا هو بيرجع عادة الموتور مكانها وبيربطها وهم بصراحة يعني حتى قعدة الموتور فكوها باحترافية ورجعوها باحترافية، وحتى قفلتها وبيقفلوا بمفتاح عزم مظبوط عشان كل حاجة بالتكات العزم بتاعتها المظبوطة. يعني الكلام ده مش أي صنايعي بيعمله، كل واحد بيقفل ويربط أي حاجة كده وخلاص، وبيقعد بس يحاول يعمل عليك شغل ويعمل ان هو بقى فظيع وفاهم. انما هو يعني في ناس كتير بتفتي، لكن ما شاء الله الله اكبر الناس دي فاهمة هي بتعمل ايه يعني، خاصة في العربيات الهوندا. ومعظم الياباني بيشتغلوا فيه باحترافية يعني. والكوري بالنسبة لهم سهل، لان هم كل العربيات دي تقليد من بعضها، معظم الحاجات شبه بعضها في الكوري والياباني. يمكن الكوري كمان اسهل من الياباني بحبة كويسين يعني. اليابانيين طبعا زي ما احنا عارفين هم كانوا سابقين الكوريين بكتير زمان، ولكن الكوريين وصلوا لهم ويمكن عدوهم كمان دلوقتي. فالتكنولوجيات كلها شبه بعضها، سواء التكنولوجيا اللي ماشي بها المواتير او أنظمة العفشة والحاجات اللي هي بقى شدادات المواتير وقواعد المواتير، والحاجات دي بتختلف بس أماكنها من عربية لعربية، لكن السيستم كله واحد. فالصنايعي اللي بيعرف يشتغل هنا هو اللي بيعرف يشتغل هنا. يمكن اللي بيختلفوا شوية العربيات الألماني بيبقى ليها صناعية متخصصين ليها، وعلى حسب برضو يعني الفولكس، صناعية الفولكس والسكودا غير صناعية المرسيدس والبي ام دبليو. كل حد ليه ناس متخصصة فيه يعني، وتخصص كويس يعني. هنا يعني اخوه ده متخصص في الهوندا بس، ما بيفتيش، ملوش بقى في العربيات الكوري، ما بيشتغلش فيها. لكن هو محمد ده بيشتغل كوري وياباني الاتنين، والاتنين طالعين من عند حد مشهور جدا في عالم العربيات الياباني بالاخص، وعنده للكوري برضو. وطبعا هو كده خلص خلاص، ربط القاعدة وربط الشداد فوقيها وخلاص، وبيعملهم بقى بمفتاح العزم، خلاص كده تمام. وخلاص قفل كده الدنيا، وهو خلاص غير السي بتاع عصاية الفتيس اللي كان من تحت ده. وانا كنت غيرت الزيت المرة اللي فاتت، زيت الفتيس، حطيت الزيت الاصلي بتاع هوندا، وجبت الاويل سيل برضو الاصلي. وكنت نضفت البوابة، بس البوابة احتاجت تتكود ورحت كودتها عند حد عنده الفيشة بتاعت الاو بي دي، اللي هي البروفيشنال، اللي بيبقى فيها الامكانية بتاعت اللي هو اللي بتعمل ايدل ليرن وبتعمل تيست للحساسات وكده. وكده تمام، خلصنا النهاردة. زي ما شفنا كده يا جماعه. معلش انا اسف برضو على الاضاءه مش قويه قوي عشان انا بصور في العربيه. معلش سامحوني على دي. عملنا خلاص الصيانه وزي ما شفتوا اللي هو قاعده الموتور دي اتظبطت واتغير الألسي بتاع الزيت. معرفتش اوريكم بقى عشان ألسي الزيت ده كان تحت العربيه وكده، معرفتش اصوره، بس هو عمله ونضف المكان بتاعه كده. نعتبر خلصنا الصيانات بتاعتها كلها. انا غيرت لها معظم السيور والفلاتر والبوجيهات وكل الحاجات بتاعتها في الفتره اللي فاتت، بس ما لحقتش اصورها لكم كلها، صورت لكم الحاجات اللي قدرت عليها. ونصيحة يا جماعة، نلتزم بالصيانات بتاعت عربياتنا في مواعيدها، عشان نحافظ على العربيات بتاعتنا والمواتير بتاعتها وأدائها لأطول فترة ممكنة، زي ما قلنا الحاجات بقت غالية جدا. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نعمل لايك وشير وكومنت على الفيديوهات عشان يوصلكم كل جديد، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس برضو عشان الفيديوهات تنزل لكم اول باول، كل ما انزل فيديوهات تنزل لكم دايما. فاعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعلوا الجرس، وشكرا لكم يا جماعه.